دكتور يسري محضر لنا قصص منتقاه بعنايه، يعني من المصريين الى العرب، وهنرجع للمصريين تاني. ده بقى هنا الشباب المصري العادي اللي هو يعني الناس اللي بتحب الفنان محمد رمضان والجو الشعبي وكده. هو طب ازاي انتقل من انا شعبي جميل الى اني شعبي بس اعمل شركه تكنولوجيه او اعمل حاجه فيها لمسه مختلفه ابداعيه؟ على فكره الابداع ده حاجه مهمه قوي، ابداع في اي حاجه، في اي حاجه على فكره، في ان انا صنايعي، في ان انا كذا. خلينا نشوف الفيسبا ولا ايه؟ نادي الفيسبا المصري. نادي الفيسبا المصري، ايه ده؟ الصوره معانا ايه؟ نادي الفيسبا المصري. نادي الفيسبا المصري مجموعه شباب عندهم فيسبا. فقالوا طب احنا ليه ما نعملش زي الماركات العالميه، لان في حاجه اسمها نادي هارلي، وفي انديه كبيره قوي اللي بتتكلم في الموتوسيكلات، لان ده علم كبير. وعندنا في هليوبلس هنا لما الشباب برضو المميزين اللي الريدز والحاجات اللي زي كده. فجت في دماغهم الفكره، احنا اقل منهم في ايه؟ طب ما نعمل حاجه ونبقى بنفس المستوى ونبدا احنا من عندنا. هكذا كانت البدايه. حلو. خلينا نشوف، نتحرك بقى في صور اخرى لنادي الفيسبا. هم النهارده موجودين فين؟ في العين السخنه. في العين السخنه. ايه القصه بقى؟ الجديد في الموضوع انه مجموعه شباب قالت طب ما نعمل نشاط اجتماعي. هذا النشاط الاجتماعي باستخدام الاي تي، زي ما تفضلت حضرتك، لو احنا جزء من حياتنا ممكن تبقى الاي تي بيخدمنا فيها، فهم قالوا طب ليه ما نعملش شبكه تواصل للساده او للاخوه او للاصحاب او للاصدقاء اللي معاهم ايه اللي بينهم العامل المشترك الفيسبوك فقط. هم كتار قوي كده؟ هم عددهم بيقول انه هم 15,000 النشيطين منهم تقريبا حاجه و80 اللي هم مشتركين واعضاء عاملين، واضح انهم عاملينه بنظام النادي. عضو عادي وعضو. واعتقد انه فكره الاستخدام بتاع الاي تي او التكنولوجيا او التقنيه في انها تؤدي رساله ما انت بتستمتع بيها، دي حاجه جيده. هم عملوا الشبكه مش جروب بس؟ لا، هم عندهم شبكه وعندهم جروب عندهم حاجه على الفيسبوك، وعندهم موقع لوحده. واحنا طبعا برضو متعرضين لان الناس دي موجوده. وعندهم شعار بالمناسبه، يعني عاملينه زي نادي السيارات المصري. يعني الفكره كلها هو بيحكي حاجات كبيره والشعار من فوق اي سي تي. هي دي صح كده؟ يعني تكنولوجيا اللي هي واخد تكنولوجيا وحاططها يد الموتوسيكل. يعني باذلين مجهود في فكره انه ليه لا؟ ليه ما نبقاش؟ اللي عامل الشعار ده مبدع برضه، انا ما اعرفوش. بس مجموعه شباب، كل اللي شغالين في القصه دي مجموعه شباب عاديه مصريه عاديه جدا، ما عندهاش حاجات زياده قوي، غير انها عندها الابداع وعندها الابتكار، وعندها انها ليه ما تبقاش فكرتي، وليه ما تبقاش تطبيقي، وليه ما يبقاش شغلي بالشكل اللي انا بستمتع بيه. وده جانب ايضا استمتاع باستخدام التكنولوجيا. يمكن بدل اضاعه الوقت، وبدل ان ممكن تكون في عندنا شباب بيضيع وقته كتير، طب انا اعمل ايه؟ فهنا لما يحطوا في نشاط الاجتماعي، النشاط الاجتماعي اللي هو بيحطه بيوصل بيه من هذا النشاط الى عمل ايه؟ بيقعدوا مع بعض يتكلموا، بيعمل حاجه جديده، بيعلم الناس اللي بتستخدم الفيسبا دروس في الميكانيكا. الله. فبقى بيستخدم حتى كمان اليوتيوب، بيستخدم الحاجات، واللي عايز يتعلم اللي تعطل منه الفيسبا يا جماعه يعمل ايه؟ فيقولوا ازاي مش عارف تنظف الكربيراتير، ازاي تنظف كذا، وبدا يعملها. مين بقى اللي بيدوا دروس؟ الميكانيكيه، البساط، اصحاب محلات تصليح الفيسبوك. لا، ايه الادب ده ادب عالي، ومشاركه شيرنج ما بنشوفهاش كتير، تقريبا نادره. لان هو بيعلم الناس، بيجيب الحاجه ويقعد يفكها ويقول لك تعملها بالطريقه الفلانيه، ودي تعملها كذا، دي تقدر تعملها، دي صعبه عليك، محتاجه كذا، لكن بيساعدك. فهنا برضو ادى للناس مشاركه ايجابيه، وخاصه المتخصصين منهم في مساله ميكانيكا الفيسبوك ان صح هذا التعبير. احنا معانا فيديو ليهم او حاجه؟ احنا معانا جزء اخر كان في التجارب، بس متهيألي مش. طب ده جميل جدا. شوف يعني القيمه هنا ان احنا جبنا في اول الحلقه شاب عنده جرافيك وشاطر وبقى في العالميه، بعد كده رحنا لشاب جزائري عامل شركه. الاحلالي بقى بصراحه ان اللي هي القاعده العريضه بقى من الشباب اللي هو دبلوم وصنايع وتجاره وحتى خريج كليات، بس يعني اخواننا وحبايبنا الناس البسيطه، ان احنا نعمل شيرنج، ان انا اكون جزار اشارك حد، سباك اشارك حد، ميكانيكي. غير الاخلاق دي اخلاق مختلفه خالص عن بعض الجديد الذي يطرأ للاسف بطريقه سلبيه على الشخصيه المصريه عموما. يعني انا عايز اقول لحضرتك انه التنوع اللي ممكن يكون عند الشباب يسمح بانه يكون كلنا موجودين، ودي الفكره اللي موجوده. لو انا عندي مهارات معينه وانا بعرف اصلح فيسبا ولا بعرف اصلح عربيات، وحبيت احط المهارات دي للناس، احطها ازاي؟ هو عمل بيئه حاضنه وعمل شبكه اجتماعيه، انت تستفيد منها بان انت تحط الحاجات اللي انت بتعملها، اهلا وسهلا. بس كمان الميكانيك ده بيستفيد ايه؟ خلينا نسال، هو حط كده ليه؟ ما دي احد ابرز اساليب التسويق الان في العالم، ان انت تعلم حد فالناس تجي لك. هو ده
صح كده؟ هو ده هو ده شيرنج. هو ده. طيب انت مش لازم يعني لو انت واحده او انت واحد مش لازم تعمل شبكه اجتماعيه، قال لها بالموبايل صور فيديو واحكي انت ازاي بتعملي ايه، شاطره في التطريز، انت شاطر في ايه كذا، هتاخدي شهره اكتر وهتفيد الناس اكتر، واهم حاجه تبقى معموله برضه بنيه انها لوجه الله، فالخير هيجي كمان.